ايدك بس كده وما تشوفش تعمل ايه. خلي بالك ضربة قالب الطوب لو لبست صح ممكن تبوظ لك وشك، فلازم تبقى عارف وهو داخل بيوصل لك ضربة بالشكل ده على طول بتلف جسمك وتضرب بسيف اليد عنده في المنطقة دي. المنطقة دي منطقة أوتار وأعصاب مؤثرة جدا على فكرة، يبقى وأنت واقف قصاده عادي كده وداخل يضربك بالشكل ده بتلف جسمك بالطريقة دي وتضرب هنا، وبعدها بتوصله ضربة في الحنجرة بالشكل ده. تمام، مرة تاني بلف واضرب بسيف اليد في المنطقة دي. خلي بالك لازم عشان ابقى مأمن نفسي دايما من أي تخفيلة في الخناقة ما ينفعش ابقى واقف قصاد الخصم مسافة قريبة جدا زي ما احنا شفنا في مشهد الخناقة دي. في حاجة اسمها مسافة الأمان، مسافة الأمان مقاسها بطول دراعك، مسافة متر تقريبا. طول ما انت واقف على بعد متر انت في أمان. أول ما الخصم يكسر مسافة الأمان دي انت ما ينفعش تفضل واقف متفرج زي ما الراجل المحترم ده عمل، لأنك كده هتبقى عرضة لأي مفاجأة مش هتلحق تصدها. يبقى كده عرفنا مع بعض ان الخصم وهو واقف قصادي وداخل يوصل ضربة بالشكل ده بعمل له ايه؟ بلف جسمي واضرب بسيف اليد هنا وضربة في الحنجرة. يبقى دي أول نقطة. تاني نقطة إن ممكن أجي بجنب القبضة وأضرب في الفك السفلي بالشكل ده، والمنطقة دي مؤذية جدا خلي بالك. تالت حاجة ممكن بقبضة إيدك وتوصله ضربة أسفل الفك، ودي برضه مؤذية جدا. هو أنت كل الضربات مؤذية عندك كده يا كابتن؟ نصيبه بقى، هو اللي جابه لنفسه. المهم إنك لازم تبقى واخد بالك كويس من وقفتك ومن المسافة اللي بينك وبين الخصم، لأن المفاجأة هتجيلك في جزء من الثانية، عشان زي ما احنا عارفين خناقات الشارع ملهاش كتالوج ولا قاعدة ثابتة، فأنت في كل الأحوال لازم تبقى مأمن نفسك كويس. لازم ما تديش فرصة للخصم إنه يلحق يفهم أو يستوعب إيه اللي حصل. المفروض إن ضرباتك تكون سريعة وفاهم وعارف أنت بتضرب فين، مش ضربات عشوائية وخلاص. وده الفرق ما بين واحد بيضرب بشكل عشوائي ويوصل 10 15 ضربة ولا يأثروا، وحد تاني ممكن يوصل ضربة واحدة تنهي الموقف من بدايته عشان فاهم بيضرب فين وإزاي. عشان كده أنت لازم تدرب نفسك على التعامل مع نقط الضعف اللي في جسم الإنسان، عشان لما تيجي في الواقع يبقى رد فعل تلقائي، مش لسه أفكر هضرب فين وإزاي. أتمنى أكون قدرت أفيدكم ولو معلومة بسيطة، وأتشرف بمتابعتكم على الفيسبوك واليوتيوب. أشوفكم على خير.